سيدي منصور من أشهر أولياء الله الصالحين عربيا، بالإضافة إلى الأساطير الكثيرة التي حيكت حوله والتي حولته من غلام زنجي إلى ولي صاحب كرامات عديدة. بدا اسم سيدي منصور يتردد على كل الألسن من خلال أغنية الله الله يا بابا سيدي منصور، وتسميته الحقيقية منصور الغلام، حيث يقع ضريحه بطريق الذي يحمل اسمه بصفاقس، وبالتحديد بالنقطة الكيلومترية عدد 11 قرب الناظور أو برج كرك، حسب ما ذهب إليه المؤرخ محمود مجديش في كتابه نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار. وقد جاء في نفس المرجع أن منصور الغلام ذو كرامات مشهورة وفضائل مأثورة، وقد كان عبدا لرجل من أهل صفاقس، وكان سيده يتركه بالليل يشتغل في غزل الصوف والقطن، فيصبح كل يوم ويأتيه فيجده قد استوفى جميع أعماله. وذات ليلة زار السيد عبده في مصنع الصوف فلم يجده، فانتظره طويلا لكن منصور الغلام لم يأتي. لكن في الصباح ولما زاره من جديد لاحظ أنه قد استوفى كل الأعمال وهو الذي لم يشتغل ليلا، فشك السيد في أمر الزنجي وقرر أن يراقبه في الليلة الموالية. وبالفعل لاحظ السيد في الليلة اللاحقة أن منصور الغلام لم ينهمك في الغزل، بل انهمك في الصلاة حتى كان الفجر ومع سماته انتهى العمل دون أن ينجزه العامل منصور. وباعتبار غرابة الحادثة رجت حكاية منصور الغلام بين القاصي والداني من أهالي المدينة، وكان الجميع يروي هذه الحكاية حتى بلغت السلطان فطلبه، لكن منصور الغلام اعتزل الناس واختفى عن الأنظار سنوات طويلة حتى عثر عليه ميتا ومغسلا ومكفنا في المكان المعروف اليوم بسيدي منصور شرق مدينة صفاقس. وفي ذاك المكان أقاموا له ضريحا، وأصبح أهالي صفاقس يزورونه في ضريحه الحالي الواقع على مشارف صفاقس مباشرة أمام البحر. ويروى أنه في أحد الأيام قصد بعض البحارة طفلا للاعتداء عليه فاختفى في تابوت سيدي منصور، ومع ذلك أصر الصيادون على ضربه. لما أخرجوه كرها ماتوا جميعا قبل أن ينالوا منه. ويبدو أن هذه الكرامات المدونة والتي تذكرها كتب التاريخ غيرها ممن تتناقله الألسن بصفاقس وبالجنوب التونسي وببعض الدول الإفريقية جعلت من سيدي منصور من أشهر أولياء الله الصالحين، وشهرته لا تختلف كثيرا عن شهرة سيدي بولبابة بجابس وغيره من الأولياء الصالحين بتونس.